واحد ثلاثة. يا جماعة ناس الإعلام السلام عليكم. إحنا اليوم سعداء كلنا لأن أمس تصدر قرار مؤسسة الرئاسة تأتي القوادة في مدينة في مراكش، واليوم في شهر الأعياد كل المواطن في جنوب السودان نحن الأكل لمناطق التقريب مناطق الاستواء وصل الدفعة الأول، ويتم توزيعه طوالي لمناطق التقريب عشان القوات يكون جاهز للطابور التقريب. ونحن إن شاء الله الحكومة المناطق الثانية الجرار جاي من الكوسي لملكان، ولكن البرغدال ما تعرف جزء وصل جزء في الشوارع. ده كله نتيجة الدولة الآن لاقى القوات الموجود في معسكر يكرج وبعدها يجي فيز 2 بديله جديد للمعسكر الجديد. ونحن استقبلنا اليوم 54 طاق جاي من لمنطقة السواي لمعسكرات، ودفعة تاني جاي لورا. نحن نشكر الحكومة، نشكر المبذول بالتعاون. من أول مرة يكون واحد من أبناء جنوب السودان التزم بكلمته ويتحقق في وعد اللي قال لنا. نحن نشكره نقول له إن شاء الله بس وتعالى نحن نكون لنا الثقة أكثر منك، نزيد الثقة معك ونواصل لقدام في عمل كبير عشان نشجع الرأسمالية الوطنية لحنا ده أصحاب الوجع للناس بيهموا استقرار في بلده. لا يكون لنا الرأسمالية الوطنية أبناء الجنوب يدعم السلام، ونحن ولحنا كل مجهودات قناة السلام الرأسمالية الوطنية تاع دولة الجنوب ساهمة كبيرة جدا في كل المناطق. الشركاء موجود، كان ناس الفنادق، ناس الأرباد، ناس شنو طعينات، ناس كتار جدا من بدينا في السلام. ولكن ما بزول جه بدفعة كبير زي ده من أول مرة يكونش دفعة حقيقية وكنا نشوفون في جنوب السودان. ونحن نشكركم ناس الإعلام، ونحن ده حد احنا بيننا مبارك نقول لكم التوجيه تاع رئاسة الصدر والرئيس وجهنا لازم. نحن باقي لنا الآن باقي لنا 5 يوم، نحن عندنا ثالث عشان نرفع تمام، لكن نحن بعد 5 يوم نحن جاهزين نرفع تمام بكل شجاعة والإخلاص. الآن نحن وجه أخواننا في اللجنة الأمنية العسكرية العليا لتسليم هذا المواد يوجهوه طوال المعسكرات الفيو والقوات الآن من اليوم الليلة، ويتم توزيعه لمعسكرات التقريب، وإن شاء الله وكل القادة يتم توزيعه لمناطق لتجهيز القوات لطابور التقريب. شكرا جزيلا. سيد المستشار، يعني هذه المواد الغذائية هي بجهد ذاتي كم تبلغ؟ كم هي الميزانية؟ ميزانية من دولة تكلفة المالية بتاع المواد الغذائية الجادة. والله المواد الغذائية دي جادة لسه الآن لسه كتار، ما عنده تكلفة الآن ما يكمل المواد كله. الآن دفعة لو دفعة ثاني جاي. شكرا جزيلا.